سلام سلام عسلامة ومرحبا بكم فينكم يا جماعة. اتوحشتكم. ان شاء الله تكونوا الكلكم في خير في نعمة في احسن الاحوال يا رب العالمين. وانتم تتفرجوا في الفيديو هذا. أول حاجة ساعة نسلم عليكم ونقول لكم يعطيكم الصحة. الناس الكل تسأل عليا، الناس الكل يقولوا لي مريم راك تغيب فينك. نقول لكم الأيامات الحقيقة هكا غاطسة شوية مع الأولاد، ماكم تعرفوا بريود نتاع ريفيزيون، قاعدين نحضروا لهم في الامتحانات، قاعدين واقفين معاهم الفترة هذه. إن شاء الله ربي معاهم، إن شاء الله ربي مع صغيراتنا الكل إن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله بالتوفيق يا ربي. هي الحكاية الكلها جماعتين يتعداو ومن بعديك نرتاحوا. أكيد بإذن الله يكملوا الصغار، نوعدكم بإذن الله نولي نسرع هكا في الريتم، نولي نهبط أكثر من 4 فيديوهات في الجمعة، أكثر من 3 فيديوهات في الجمعة. المهم نحاول نكون موجودة معاكم أكثر. أعطينا بركة هل الحكاية هذه متاع الامتحانات توفى إن شاء الله ربي يسهل لنا وهكا ونفرح إن شاء الله بنجاح صغيراتنا. آمين يا رب العالمين. به قبل كل شيء حبيت هكا نوريكم شويه شنو شريت وانا مروحه من الخدمه. تعديت لبرشلونه البنات احسن بلاصه تنجموا تشريوا منها حويجه هكا مزيانه رخيصه اقتصاديه. هي برشلونه نهج اسبانيا. البلاصه هذيك كلها عرفتوا فما حاجات بالطبيعه ماذا بيكم تبعدوا عليهم يكونوا مش صحيين، اما كي تبدا حاجه ماهيش بلاستيك نجموا تشريوها. تبدا حاجه هكا باينه كالتيفال المطلي، تبدا ماهيش مخبشه جديده نظيفه وكل اشريوها. في نهج اسبانيا غادي في المدخل وانتي متعديه تلقاهم حاطينهم. عجبوني هذوما لي مول نتاع الكاب كيك يهبلوا محليهم. نجربوا باذن الله مع بعضنا نعملوا كاب كيك هكا للصغيرات ونشوفوا شنو النتيجه نتاعهم. الحق شاريه منهم ضحى اختي تحفونين، شكرتهم لي من مده هكيه، وكل مره نقول باش نشري ما سهلتش القدره وشريت. المهم المره هذه كي عرضوني قلت خليني نشري منهم. به خذيت شويه هكا حاجات لازمين للدار اللي هما شويه مواد تنظيف، خبيتهم هذوكم الاولين. وهنا وريت معاكم هكا الكشمير نتاع هكا نمسح بيهم نستحقهم الاكثر في الكوجينه، نستحقهم الاكثر هكايا كي نبدا باش نمسح حاجه. حاشاكم الرخيشه الحاجات هذوما اللي نستحقهم هكا للكوجينه نجم نشريهم، عرفتوا برخص ايش نشريهم كي نلقاهم ما نقولش عليهم لا. هاكا مرة في الشهر نتعدى من غادي نخطف حويجات. شريت كيف شكاك للشريطة. صدقوني عندي شريطة في الدار الفوق ولا الطو ولا حن ربي، ومشيت شفت تفقدتها وباش نزيد ممكن معاها 2 شرايط اخرين لخاطر الفوق يساعدني على الاخر ننشر في الصيف على حكاية الشمس والظل والحاجات هذوما الكل، واوسع واكبر خاصه في المليح فنلقى راحتي هكا في النشران والكل. المهم هكا ثنا واش تحويجات ناقصيني شويه قوتيت عاديت العزيزه كالعاده. وكها وعقدوا باش نجي هنا نعمل هكايا كويس هكايا قهوه. خذيت الكوردور هذايا عندي مده مقاطعتها القهوه هذيا سريعة الذوبان عندي مدة طويلة مانيش قاعدة نستعمل فيها، وتوا قلت علاش ليه مريم هكا نرجع لها. عندي مدة قاعدة نعمل في القهوة العربي عرفتوا اللي كرهتها، توا قاعدة نحب نغير. رجعت للقهوة هذه سريعة الذوبان سولوبل، وكل مرة عرفتوا نحط على حاجة. ممكن هكا مديدة أخرى نرجع نستعمل الماكينة متاع القهوة متاعي وهكاك. المهم نحط شويه سكر شويه قهوه شويه حليب، نعمل قهوه هكا نركز بها روحي نرتاح شويه من تعب الثنيه. ومن بعد نشوف شنو اللي ورايا شنو باش نعمل. الاكثر الحق نزرب على باش نطيب شقه نفطر راجلي صايم باش نعمل هكا شقه نفطروا منه بطبيعته عشاء لينا نحنا الكل. باش نعمل شوربه بالشفريت، باش نعمل مرقه الملح بالسفن، وباش نعمل سليطه خضراء. وهاك عطيتكم المنيو، واللي عندها هكايا فكرة كانت غايبة عليها كي تلقى الفكرة عجبتها هكايا نتاع مرقة المالح وإلا الشوربة ولا حاجة هاكا تعملها. المهم لهنا خديت الطنجرة نتاعي حطيت شوية زيت، قصيت بصيلة هكا جيدة، وحاولت هكا نقص البصل هكايا جيد بالكدا باش هكا نقليه بالكدا ويذوب. شكون اللي عندها مشكلة كيفي البصل كي يقعد طروف كبار الصغار ما ياكلوليش المرقة، يقعدوا هكا يلقطوا في البصل وينحيوا فيه وينكروا الماكلة ينكروا الحاجة اللي ياكلوا فيها، واصلا يروفزوا لي العشاء عرفتوا ولا الفطور. وليت عرفتوا نقصها جيدة على الاخر البصلة ونقلي على الاخر فماش ما عرفتوا تذوب. وساعات هكا يظهر لي هكا نعمل لها هكا برشا بك الماكينة
هذيك الفرامة الصغيرة هذيك متاع الجبن ولا متاع نعمل بها سلطة، هذيك باهية، زيد تهبط لي البصل ساعات ماء، باهية. هاكا هو باش ناخذ توا نفوح، حطيت طماطم، باش نحط شوية تابل وشوية ملح شوية كركم، وهكاك هذاك هو فاحنا الأكثر نحنا التوانسة نفوحوا بالحاجات هذوما، التابل هذاك لازم، الكركم، شوية فلفل زينة، أنا الحقيقة مانيش نكثر في التوابل على خاطر بنتي مدخلتها معانا هكايا في الماكلة، بيبي صغيرة عرفتوا صحيح مدخلتها معانا على الماكلة وتقعد معانا على الطاولة، أما نحاول ديما نخفف على الآخر الفاح، نخفف على الآخر هكا التحرحير باش تنجم تاكل معانا، سينو ترسيلي عرفتوا واحد يغلطك الغلطة متاع يقعد يطيب الصغير في الماكلة وحده سبيسيال، طيب أزعر طنجرة منا تطيب وطنجرة منا تطيب، صغيرك يستانس ما ياكلش معاك ويولي ديما ياكل سبيسيال، وهذه مشكلة برشا أمات جدد ما يعرفوش يتصرفوا في الأمور هذيا، لا دخل صغيرك الماكلة معاك على الطاولة، معناها من الماكلة اللي أنت تاكلها ياكل هو زاده، باش تسنسوا هكاك ياكل معاك وما تتعبش أنت في تطيب الزايد. هاكا جوست معناها تحب مرة هاكا هاكا تحط له بزيت خضرة، تعمل له برود وتعمل له حاجة ممكن، أما باش تعمل له ديما أكل ماكلة سبيسيال يقعد ديما ياكل فيها لا، هو ديجا الصغير مصارنو تبارك الله تكبست وشدت بلاصتها، المعدة كيف معناها عادي باش نقولوا نحنا باش يولي معاك على الطاولة، هو حتى في معناها في القواعد نتاع النظام الغذائي نتاع الصغير عادي يقول لك هو 12 موا معناها يقعد معك معناها على الطابل، يقعد معك على الطاوله وياكل معك الماكله اللي تاكلها انت، ياكلها هو زاد. هكا هو هذا هو بالنسبه لبرشا سالوني على خاطر على ماكلت بنتي، نقول لهم راهي ما شاء الله راهو تعديني هاك المرحله نتاع الماكله سبيسيال ودخلنا في المرحله نتاع الماكله معايا على الطاوله، جست كما قلت لكم نخفف شويه الفاح ونطيب هكايا صحي بالزيت بشوية ثوم بالخضرة، نحاول ديما ندخل الخضرة، نحاول الأكثر نطيب بالحوت، توا مايلة الأكثر للحوت للأوميغا، هكاكا نحس روحي هكا نعطي في الفايدة لصغاري، نعطي في الفايدة لروحي، خير من اللي نطيب بالحاجات المزيتة برشا، خير من اللي نطيب بالحاجات اللي ما فيهاش ياسر منفعة، وهكا هو هذا هو حسيلو أنا هذا هو باش ننصحكم 12 شهر ماذا بيكم دخلوا صغيركم معاكم في الماكلة، وهكا هو. وربي يفضلكم صغيراتكم الكل. بالنسبة للي تحت ال 12 شهر ماذا بيكم طيبوا ديما بالخضرة، طيبوا ديما حتى كي طيبوا بالبات حطوا معها الخضرة، ديما الخضرة حطوها مع كل شيء، هو السبناخ، القرع بنواعه، البطاطا، العدس، البقوليات زيادة، الحاجات هذوما الكل عرفتوا نجموا تحطوهم للصغير، ومن بعد بشوية يولي معاكم عاد. المهم لهنا زدا كيف عملت شوربة بالشفريت، عندي شوية شفريت، عملت شوربة متاع لسان عصفور بالشفريت وعملت المرقة سكرت عليها الكوكوت. بالنسبة للي تسأل فيا على الكوكوت أكيد هي جديدة على خاطر أنا ملي حليت معكم القناة بالكوكوت هذه وديما تسألوني عليها وديما نجاوبكم. الكوكوت متاعي هي كوزينوكس وشريتها من كارفور حسب ما نتفكر هكايا، وعندها مدة طويلة ممكن هكا فايتة حتى 8 سنين، عندها برشا عندي، باهية الحق افيكاس، معناها مضمونة آمنة ماهيش شكل تخوف، باهية معناها استعملوا ونساوها. غالية شوية اللي في بالي غليت برشا على وقت اللي شريتها، البيس اللي فيها طنجرة هكا واختاها متاع الكوكوت، فيها اختها عادي بالبلارة وفيها معاها مقفول كبير بالقدا، وهكا الاختها هذا بالطبيعة والاختها الاخر يمشيو على الزوز، يمشيو على الطنجرة هكا ويمشيو زادا على الكلام هرب سامحوني، يمشي على زادا كيف المقفول به. بالنسبه للبنات لهنا جبت من الكونجيلاتور هكا على بكري شويه تحلوا هكا بداو يتحلوا، ما تحلوش بالقدا ما تحلوا من الثلج، طريفات نتاع السفن باش نحطهم في المرقة المالح وشويه كشفريت كيف حطيتهم على جنب باش نحطهم في الشوربه. لهنا البنات المالح حطيتهم الماء هكا في السخان احسن حاجه واحسن طريقه باش يسرع لك التطيب نتاعك، خاصه كانك امراه عمليه وتروح من الخدمه مزروبه، ماذا بيك تحطك السخان على روحه ويبدا يغلي في الماء، اعمل تيزانه فرد مره وسع بالك وفرد مره ديما زيد هالماء وهي تبدا تغلي لك في الماء هكاكا تمرق منه،
شفتوا مسهلها تمرق منه ومنه. المرقان بالماء السخون ما يوقفش أول حاجة التطيب نتاع الحاجة، خاطر كي تمرق بالحاجة الباردة راهو يوقف لك معناها التطيب نتاع الحاجة يقف تماما، ومن بعديك ترسيلو يعاود يغلي، وهذاك يمصط لك ماكلتك وما يجيبهاش بنينة كيما انت تحب. وبالطبيعة كي تبدا مرقة بالسخون كيما هكا، شفتوا انت تمرق من هنا وهي تغلي من هنا، ما توقفش الجملة على التطيب. هاكا نعطيكم دي زاستوس وقولوا مريم خايبة، نعطيكم دي زاستوس وقولوا مريم تخبي علينا في لي زاستوس. المهم شوفوا اللي هكا تزهز والا تحب تشريها، شوفوا شريوها حتى من مستعمل. انا راني عندي كعبه عندها قداش والله محليها هاكم تشوفوا فيها، وراني نتركها ونرجع لها، خاصه في رمضان استحقيتها على الاخر، نبدا مزروبه ولا مشيت هكايا عليا القايله وانا مقايله ونقوم نجري ديريكت نحطها ساعه هي تسخن الماء ونحط نطيب على روحي الطناجر متاعي كيف العاده. به جينا لهنا رجعنا للطنجرة الثانية اللي هي فيها مرقة المالح غلاو بالكدا طابوا، ولحقت اخر مرحلة معناها لحقت الحوت ذي السفن متاعي. ماكم تعرفوا البنات الحوت راهو ديما في الاخر بالكل، كان في الكسكسي ولا كان في المرق ولا كان في اي حاجة ما فيهوش روحه خفيفة فيسع ما يطيب هكا نفخة انتي انفخ وتشوفوا كيفاش يطيب يهبط سلوك خاصة هكايا عندك المناني عندك هذا السفن ما فيهوش روح، تحسوا هكا حتى تحطوا على الباخ الاخراني هو يطيب. المهم خليتك الطنيجرة تكمل هكاكا تطيب، خليوها. شوفوا كان تحبوا طنجرتكم تبدا فيها الخويط نتاع الزيت في الاخر، تجي هكا الزيت يقر محلاه ويبدا المنظر محلاه نتاع الصحن كي تسربيوه. نعطيكم استوس في الاخر نقصوا على الاخر، خليوها ناقصه عرفت اكل النار الخافته على الاخر هاديه اللي قريب تطفى نقول تخليوه مشوار طلوا هكا مغطين بالطبيعه على طنجرتكم، طلوا هكا من تحت الغطاء تلقاو الزيت طلع الكل وجات هكا المرقه نتاعكم ميدومه ومزيانه وحمراء ومحلاها، وطفيو بالطبيعه على طنجرتكم. باهي جينا للنعاد للماعون، وشكون ما يحبش الماعون مع مريم، وشكون مش مستانس بالماعون مع مريم. شوفوا متعة. أنا واحدة من الناس نحب هكايا نعمل رغوة محليها، نحب هكايا نبدأ عاملة جو على معوني. أنا راهو شوفوا قبل كنت نكره المعون، توا وليت عادي وبالعكس نحبه. شوفوا حبوا الحاجة تو تولي خفيفة، تولي بسيطة، ديما بسطوا الحاجات، ما عادش تقول لا ما نحبش طريان الصابون، لا ما نحبش غسلين الماعون، لا ما نحبش المسحة، لا ما نحبش. شفتوا كي هكا تكبروها في مخاخكم الحكايه، لا ما نحبش نعمل لك الحاجه، ليك الحاجه نكرهها، ليك الحاجه نبخل عليها وما نحبهاش. شفتوا تعمل لكم كل عقد وتوليوا تراو كل شيء خايب وكل شيء مش حلو وكل شيء رزين في دارك. لا اغزر الماعون وقول باش نغسل ونعمل له رغوه هكا حلوه كالثلج، ونبدا نغسل فيه ونعمل له تشليله ونخليه هكا يبرق ونظيف. هذيك السعاده بالحق انك تخلي كوجينتك وراك نظيفه. هذا هو. هنا عملت هكا طيبه هي لكل شيء، كل شيء هكا رجع لبلايصتو. حبيت هكا عرفتوا مادام العشاء طابلي نبدا انا شفت اللي ورايا الماعون، الحاجات اللي استهلكتهم فرد مره وانا هكا نحرق باش نطيب وهكاك. على فكرة اللي دخلت أول مرة للقناة، اللي أول مرة تعرضها هكا الفيديوهات نتاعي، ما تنساوش تحطوا اشتراك، تحطوا هكايا تفعلوا كالجرس الصغيرون باش يوصلكم جديدي الكل. إن شاء الله تنعملوا فيديوهات حلوة، جاي الصيف جاي السخانة، إن شاء الله ربي يحيينا بخير هكا نعملوا فيديوهات حلوة. جايك الروتينات الصيفية المزيانة الحلوة أكل خفيفة متاع عشوية متاع هكا صباح بكري نقوموا نعملوا حويجة، نعملوا دراسات خفيف هكايا متاع صيفية حلوة وهكاك. لهنا صايي البنات تقريبا هكايا نكمل. عملت حكا باهية لك الحوض متاع الماعون كيما شفتوني، عملت هكا خيط صغير متاع ماء شللت بيه، ما حبيتش هكايا نكثر هكا من رغوة ونكثر ياسر من الماء باش ما نوحلش من بعد في التشليل. على فكرة راني الجافيل عندي مدة منحيته، قاعدة نحاول بشوية باش نحي العادة السيئة هذه متاع الجافيل، راهي عادة خايبة ماهيش باهية.
جات فترة والله لا يعاودها علينا بالطبيعة، إن شاء الله أيامات وإن شاء الله ما تتعاودش بالطبيعة. هاكا الفترة متاع الكورونا هاذيك فترة وتعدات، هاذيك بالحق استحقينا الكلور، استحقينا الجافيل برشا، استحقينا المعقمات، استحقينا كل الحاسيل وكل الحاجات اللي تعقم الكل بدينا نستهلكوا فيها، وكيف زادا نحنا عادة تسيبنا على الجافيل بصفة غريبة. مع نحنا بطبيعتنا من قبل شعب نحبوا الجافيل ونسانا ياسر ينظفوا بالجافيل في كوجينتهم وفي ديارهم. وهو الحقيقة شوفوا يهلك لك حوايجك كي تستعملوا، كي تغسل بيه ولا تمسح بيه، يطشطش لك على حوايجك يمشيهم لك، يهلك لك يديك تبدا كحله ومشهبه وحاله حليله. انا صدقوني بعد ما نعمل بالجافيل ونغسل نقول خليني تو بعديك نعمل الكريم في يديا، صدقوني نعمل الكريم في يديا كاني ما عملت شيء، تقعد ديما شايحه وكلي هكا نحسها كاينها يدي كاينها باش تقشر ولا كيفاه، وتكحل على فكرة يدي تبدا نحسها غامقة مش نورمال، وهي من الكلور معروف يكحل الجلدة ويحرقها، عرفتوا فما اصلا تلقاه فما دوغري نتاع حريقه كلي صغيره بالكل انتم ما تفيقوش به. ردوا بالكم من الجافيل ماهوش صحي جمله، وزيد الجلده ما تنساوش راهي تمتص الحاجات اللي تجي فوقها، معناها الكلور قاعد يدخل في معناها في جلدتنا من داخل، فك عليكم منها. أنا عصرت عصايرة قارص هكا على كسلايطة وتقريبا كملت المهمة بنجاح. باهي لهنا البنات قريبا نكملوا الفيديو متاعنا. شوفوا هنا الشربة محلاها جات خفيفة البنات، شوفوا أنا ما نحبش نقدها ياسر هكا ماء، ماكم تعرفوا ما شاء الله صغار وكل راهم يشرقوا لي بها كي تبدا ماء، نحب نعملها هكا نخليها تغلي شويه كلي هكايا شويه تسيب، عرفتوا هاك لاميدون نتاعها تسيب شويه كل الفرينه نتاعها هكا تولي خاثره شويه، ماهيش بالطبيعه هكا نقولوا نحنا لوكزه واحده وما تكونش زاده معناها ماء تشرق لي صغار وماهيش باهيه بالنسبه لي انا. هاكا هو بالنسبه للعشاء يحضر هنا كل صحنه نتاع الفطور باش نحط فيهم مرقة الملح. ساييه هنا تقريبا كملنا. عرفتوا وقفة متاع سويعة ونص تلقى روحك ارتحت، تلقى روحك كل حاجة شدت بلايصتها. اليوم الروتين هكا خاص متاع مرارة روحت من الخدمة، شافت روحها شافت أمورها شافت ملازمها طيبت عشاها شافت مصلحتها كما يقولوا فيها، وكهو يزي فيه البركة. هكا كل مرة ننوعوا، مرة في الكوجينة مرة في الدار، مرة نعمل هكا روتين يكون متنوش شوية وهكاك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تبخلوش عليا بلايك باشتراك في القناة تفعيلك الجرس مرة أخرى. نقول لكم نحبكم برشا وراكم في القلب من داخل، وعلى هذا ديما ناخذ بخاطركم وديما ناخذ برايكم أهم حاجة، وانتم راكم حاجة حلوة في حياتي، حاجة محلاها في حياتي، ربي يدومكم نعمة. بسلام.